مواجهة جبابرة منتظرة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، والمرة دي الأجواء مشحونة أكتر من أي وقت فات. معانا النهاردة تحليل معمق من مصادر متخصصة بتدينا نظرة فاحصة جدا على الخريطة التكتيكية للمعركة دي. مهمتنا إننا نفهم كل أبعاد الماتش ده، من مستقبل المدرب اللي على المحك لغاية أصغر التفاصيل الفنية في الملعب. بالظبط. دي مش مجرد مباراة عادية خالص في دور المجموعات، دي مواجهة ليها تبعات يعني ممكن تغير شكل الناديين وبالذات ريال مدريد. مستقبل مدربه تشابي ألونسو ممكن جدا يتحدد نتيجتها. طيب خلينا نبدأ من النقطة دي لأنها الأكثر دراما. في كلام كتير إن دي مباراة مصيرية لتشابي ألونسو، وإن الخسارة ممكن تعني إقالته فوراً. هل الموضوع فعلاً بالخطورة دي، ولا دي مجرد مبالغات إعلامية؟ بصي، للأسف كل المؤشرات بتقول إن الموضوع أخطر من مجرد كلام صحافة. الخسارة فعلا ممكن تنهي مسيرة ألونسو مع ريال مدريد، بس السبب أعمق بكتير من مجرد نتيجة سيئة في ماتش. السبب الحقيقي هو فكرة عدم التوافق الفلسفي بين المدرب والنادي. عدم توافق؟ وضح لي أكتر النقطة دي. أيديولوجية ريال مدريد التاريخية اللي هي قايمة على النجوم الكبار الجالاكتيكوس. بالظبط، الاعتماد على الحلول الفردية الخارقة اللي بتخلص الماتشات الصعبة. ده صراع أفكار بحت. فهمت. في تشبيه بليغ قوي بيوصف العلاقة دي، بيقول هو بيجيب ولاد مع جيرها وهي بتجيب ولاد مع جيره، بس هم مع بعض ما بيجيبوش ولاد. التشبيه ده قوي جدا. عبقري، لأنه بيوضح إن ألونسو مدرب ممتاز وريال مدريد نادي عظيم، بس الكيمياء اللي بينهم مش شغالة. فلسفتهم مع بعض مش بتنتج النجاح المتوقع. وده بيخلي موقف الإدارة صعب جدا. حتى لو قرروا يمشوه، مين البديل؟ دايما بنسمع اسم زيدان. ودي المشكلة الأكبر، البدائل تقريبا مش موجودة. زين الدين زيدان حلمه وهدفه الأول حاليا هو تدريب منتخب فرنسا، هو مستني الفرصة دي. ويورجن كلوب لسه مرتبط بمشروع ريد بول الجديد وبعيد تماما عن الصور. مفيش مدرب كبير جاهز ومتاح في السوق. هم في ورطة حقيقية. لو خسروا هيبقوا تحت ضغط جماهيري وإعلامي رهيب لإقالة ألونسو، ولو أقلوه مفيش حد يمسك مكانه. بالظبط كده. الخيار الوحيد اللي ممكن يكون متاح من جوه النادي هو أربيلوا، وده مدرب واعد لكن خبرته قليلة جدا على التحدي زي ده. فغياب البديل ده ممكن يجبر الإدارة تبقي على ألونسو، أو يعملوا الحل الأسوأ، اللي هو إيه؟ يرجعوا تاني لكارلو أنشيلوتي. تاني؟ ده هيدخل النادي في نفس الدوامة اللي كان بيحاول يخرج منها. وده الخطر الحقيقي، هتبقى مجرد مسكن مؤقت لمشكلة هيكلية. كل ده بيضيف طبقة جديدة من الضغط على الماتش ده أصلا. صحيح. وكمان وضعهم في المجموعة مش مريح. مانشستر سيتي في المركز التاسع ب10 نقط، وريال مدريد خامس ب12 نقطة. جدا. وبالنسبة للسيتي، الفوز في سانتياغو برنابيو هيكون دفعة معنوية ضخمة، خصوصا وهم في عز معركة مطاردة أرسنال في الدوري. وعلى الجانب التاني، الريال محتاج الفوز ده أكتر من أي وقت فات. أكتر بكتير. الفريق بيعيش فترة تذبذب عنيفة، بنتكلم على 5 تعثرات في آخر 7 مباريات. ده رقم كارثي لريال مدريد. أي تعثر جديد خصوصا على ملعبهم ممكن يدخل الفريق في نفق مظلم. ولو كل الضغط ده مش كفاية، عندهم أزمة إصابات مرعبة في خط الدفاع. أنا لما شفت القايمة اصطدمت بصراحة. الأزمة مش أزمة، دي كارثة بكل المقاييس. إحنا بنتكلم على 6 مدافعين أساسيين وبدلاء غايبين: كارفاخال، ألابا، دان هويزن، ميندي، ميليتاو وأرنولد. خط دفاع كامل تقريبا بره الخدمة. 6؟ الرقم ده مش طبيعي أبداً. ده يفسر ليه ألونسو بقاله فترة بيغير في التشكيلات كل ماتش. الإحصائية بتقول إنه استخدم 20 تشكيلة مختلفة في آخر 20 ماتش. هو مش بيجرب، هو حرفياً ما عندوش اختيارات. ما عندوش أي رفاهية للاختيار. اللي متاحين حاليا هم أسينسيو، روديجر، كاريراس وفران جارسيا، وممكن نضيف ليهم فالفيردي اللي هو أصلا لاعب وسط، وهيضطر يلعب في مركز مش مركزه. بالظبط. الوضع ده بيحط ألونسو قدام معضلة تكتيكية حقيقية. معضلة بين إيه وإيه؟ إيه الخيارات اللي قدامه بالأسماء دي؟ هو محاصر بين خيارين، وكل واحد فيهم أسوأ من التاني بطريقة مختلفة. الخيار الأول والأكثر منطقية على الورق إنه يلعب بطريقته المعتادة برباعي دفاعي، سواء 4-3-3 أو 4-2-2-2. رباعي الدفاع ساعتها هيكون فالفيردي، أسينسيو وكاراخاراس وفران جارسيا. ده يبان طبيعي. فين المشكلة؟ المشكلة إن التشكيلة دي دفاعياً ممكن تكون مهزلة، ودي كلمة قوية بس بتوصف الواقع. ليه؟ لأن قوة مانشستر سيتي دلوقتي كلها بتيجي من عمق الملعب، مش من الأطراف زي زمان. ودي بالظبط نقطة ضعف ريال مدريد حالياً. بالظبط. اللعب برباعي دفاع زي ده بالأسماء دي
هيسيب عمق الملعب مكشوف تماماً قدام فودن وريان شرخي. هتبقى مساحات مفتوحة. يعني اللعب بالطريقة دي يعتبر انتحار تكتيكي. طيب إيه الخيار التاني الأكثر أماناً؟ أكيد فكر في حل يقفل العمق ده. الخيار التاني هو إنه يغير الخطة تماماً ويلعب بثلاثة ورا، خطة 3-5-2. الثلاثي ده هيكون أسينسيو، روديجر وكافيراس. الميزة هنا واضحة، إضافة لاعب ثالث في قلب الدفاع وهو روديجر عشان يحمي العمق. وجوده هنا لمجرد الزيادة العددية في أخطر منطقة. ده يعتبر أشفى حال دفاعياً. بس أكيد خطة زي دي ليها تمن غالي في حتة تانية. طبعاً. وهنا بتيجي المعضلة. حل مشكلة الدفاع بيخلق مشكلة جديدة وكبيرة جدا في الهجوم. في خطة 3-5-2 بلينجينغهام هيضطر يلعب على الطرف اليمين وهو مركز بيكرهه. والأخطر إن فينيسيوس جونيور لما بيدخل العمق بيفقد جزء كبير قوي من خطورته. يعني أنت بتحل مشكلة الدفاع بإنك بتضحي بأهم 2 لعيبة عندك هجومياً، كأنك بتصلح حاجة وبتبوظ أهم حاجة. بالظبط. هي دي ورطة ألونسو. يا إما يغامر بدفاعه ويتلقى هزيمة، يا إما يلعب بأمان ويخسر كل أسلحته الهجومية تقريباً. معضلة صعبة. وكمية الغيابات والمشاكل دي تخلي أي مدرب في العالم يضرب كف بكف. وده بيخليني أفكر، لو أنا جوارديولا وشايفة الدفاع المهلهل ده قدامي، إزاي ممكن أستغله؟ خطة جوارديولا محكمة جدا وبتستهدف كل نقاط ضعف الريال بشكل جراحي. الخطة بتبدأ من مرحلة بناء اللعب. السيتي هيركز بناء اللعب بتاعه على الجهة اليمنى عشان يسحب ضغط لعيبة ريال مدريد كلهم ناحية واحدة. لكن ده مجرد طعم. والهدف الحقيقي هو السيطرة على العمق، الفوضى المنظمة اللي بيشتهر بيها. بالظبط. الهدف هو خلق زيادة عددية وفوضى محسوبة في عمق الملعب، تحديداً في المساحة اللي بين خط وسط ودفاع الريال. هنشوف لعيبة زي دوكو وريان شرقي بيدخلوا للعمق بشكل مستمر. فلسفة جوارديولا قائمة على إنه دايماً لازم يكون عنده لعيبة بين الخطوط. يعني بيحاول يخلق موقف تفوق عددي قدام دفاع الريال المهتز أصلاً. تماماً. وبعد ما ينجح في سحب الريال كله الجهة، بتيجي اللحظة الحاسمة، وهي استخدام السويتش اوف بلاي، تغيير اتجاه اللعب بشكل مفاجئ. أرسم لي صورة للي بيحصل على الملعب في اللحظة دي. تخيلي معايا، كل لعيبة الريال مضغوطين على اليمين، وفجأة بتتلعب كرة قطرية طويلة للناحية التانية خالص. مين هناك لوحده؟ جيرمي دوكو، في موقف 1 ضد 1 مع الظهير الأيمن للريال اللي غالبا هيكون فالفيردي اللي بيلعب في غير مركزه. ده كابوس. وبعد كل التحضير ده بتيجي مرحلة الإنهاء الهجومي. شكلها بيبقى إزاي؟ مرحلة الإنهاء هتكون بكثافة عددية مرعبة. السيتي هيهاجم ب4 لعيبة على الأقل جوه وحوالين منطقة الجزاء. هنشوف تبادل مراكز مستمر بين شرقي وفودن، وده هيصعب جدا مهمة الرقابة. واللمسة الأخيرة هتكون استهداف القائم البعيد بالكرات العرضية، ودي المنطقة المفضلة لهالاند. في إشارة كمان لوجود سلاح سري أو لاعب محدد جوارديولا هيعتمد عليه؟ اللاعب ده هو ريان شرقي. ليه هو تحديدا؟ لأنه بيملك ميزة نادرة، عنده القدرة على التحرك بذكاء في المساحة اللي ورا تشواميني، وفي نفس الوقت عنده تسديدات قوية جدا من بره المنطقة. ده بيخليه سلاح فتاك. أوكي، الخطة دي شكلها مرعب فعلا. لو أنت تشابي ألونسو وسمعت التحليل ده، إيه رد فعلك؟ هل في أي حلول مضادة؟ أكيد في حلول، لكنها محتاجة تركيز وانضباط تكتيكي بنسبة 100%. أول تحدي هو مواجهة ضغط السيتي العالي. السيتي هيضغط رجل لرجل على كل لعيبة الريال ما عدا 2، الحارس كورتوا وأضعف مدافع عندهم في بناء اللعب اللي هو ريديجر، عشان يجبروهم على الكرات الطويلة العشوائية. بالظبط. الحل المقترح هنا حركة تكتيكية ذكية. أثناء بناء اللعب ينزل واحد من لعيبة الوسط، فالفيردي أو حتى بلينجهام، لعمق الملعب جنب قلوب الدفاع. ده بيخلق زيادة عددية 3 ضد 2، وبيسمح للريال يخرج بالكورة بشكل سليم. يعني مش بس بتساعد في الخروج بالكورة، صح؟ دي ليها فايدة تانية. بالظبط. دي حركة ليها فايدة مزدوجة. الأهم إنها بتسحب لعيبة وسط السيتي معاك لقدام، وده بيخلق مساحات ضخمة جدا في ظهر خط دفاعهم، ودي فرصة مثالية عشان تضربهم بسرعة فينيسيوس ومبابي. ده بالنسبة للخروج بالكورة. طيب دفاعياً لما السيتي يكون مع الكورة؟ دفاعياً النصيحة واضحة وصريحة، انسى الضغط العالي. محاولة الضغط على فريق زي السيتي انتحار. الحل الأفضل هو الاعتماد على الدفاع المتوسط والمنخفض، الميد لو بلوك. يعني بدل ما يجروا ورا لاعيبة السيتي في نص ملعبهم،
يستنوهم في نص ملعبهم هم ويقفلوا المساحات. بالظبط، الفكرة هي الحفاظ على تماسك الخطوط وتقليل المسافات بين اللاعبين. ده بيصعب جدا على السيتي يلاقي المساحات اللي بيحبها. وفي الحالة الدفاعية دي سلاحهم الأقوى طبعا هيكون الهجمات المرتدة. بالظبط، دي أفضل فرصة، ويمكن الفرصة الوحيدة لريال مدريد للفوز. سرعة فينيسيوس ومبابي في التحولات هي سلاح فتاك، وهنا بيجي دور كورتوا الحاسم. كل تصدي ليه ممكن يكون هو بداية هجمة تخلص الماتش. طيب ده لو نجحوا في المرتدات، لكن لو فشلت والريال اضطر يهاجم دفاع السيتي وهو منظم، إيه الحلول ساعتها؟ المهمة بتبقى أصعب جدا. في الحالة دي اللعب هيكون متركز على الجبهة اليسرى ناحية فينيسيوس. الحلول التانية هتكون محدودة: التسديد من بره المنطقة خصوصا من فالفيردي، تحركات بلينغهام وأردا جولر جوه المنطقة، والكرات العرضية للقائم البعيد. كلها حلول فردية أكتر منها جماعية. إذن بعد ما استعرضنا كل الخطط دي، ورطة ألونزو وخطة جوارديولا المحكمة، خلاصة كل ده إيه؟ مين الأقرب للفوز في النهاية؟ بصي، الحكم النهائي منطقي جدا على الورق وتكتيكيا، وفي كل الظروف الحالية مانشستر سيتي هو المرشح الأقوى بفرق واضح. الفريق في حالة أفضل، إصاباته أقل، والمنظومة بتاعته أكثر استقراراً. لكن دايما في لكن مع ريال مدريد في دوري الأبطال. بالظبط، لكن دي هي شخصية ريال مدريد، قدرتهم على قلب الموازين في أصعب الظروف، والاعتماد على اللحظات الفردية الخارقة من لعيبة زي مبابي وفينيسيوس خصوصاً على ملعبهم. دي عوامل لا يمكن أبداً تجاهلها. التحليل بيختم بنقطة مثيرة جدا للتفكير. يمكن تكون هي الأفضل لمستقبل ريال مدريد على المدى الطويل، لأنها هتجبر الإدارة على مواجهة المشاكل الحقيقية. أما فوز ريال مدريد فهيكون مجرد إبرة مورفين. إبرة مورفين دي صورة قوية جدا، بتوحي إن الفوز ده ممكن يكون أسوأ حاجة تحصل لهم. تماماً، إبرة بتسكن الألم مؤقتاً، بتخلي الجماهير سعيدة، لكنها بتخفي وبتأجل التعامل مع مشاكل هيكلية وأعمق بكتير جوه النادي. وده بيوصلنا لسؤال أخير ممكن نفكر فيه. التحليل ده كله ركز على المعركة التكتيكية، لكنه بيلمح طول الوقت لصراع أكبر جوه ريال مدريد نفسه، صراع بين فكرة المنظومة وفكرة الاعتماد على النجوم. السؤال هو، حتى لو الريال كسب الماتش ده بفضل لمحة عبقرية من مبابي، هل ده فعلا نموذج مستدام للنجاح في كرة القدم الحديثة، ولا هو مجرد تأجيل لأزمة حتمية جاية لا محالة؟